الوساطة سيشارك رسميا في كأس رابطة أبطال إفريقيا بعد الفوز على جمعية وهران في مباراة علق عليها الزميل طه شعبان. لمن ستكون له الكلمة الختامية في نهاية المطاف، وكرة طويلة صعبة ممتازة، والهدف الأول لصالح شبيبة الثورة. هكذا تفعلها الشبيبة عن طريق زيدي الهداف، زيدي ليسجل 7 أهداف إلى غاية الآن، يفتتح مجال التهديف زيدي، ويتمكن من تسجيل إعادة. شوف كرة طويلة، المتابعة من زيدي والرأسية مباشرة تسكن في شباك الحارس هنان بن كرة غدارة نكارة مباشرة في شباك الحارس هنان. شبيبة الثورة هدف جمعية وهران. هنان هيا الإعادة، شوف كرة طويلة، المتابعة من زيدي والرأسية مباشرة تسكن في شباك الحارس هنان بن كرة غدارة نكارة مباشرة في شباك الحارس هنان. شبيبة الثورة هدف. هذه الفرصة يعني منذ سقوط جمعية وهران يعني حسابيا توزيعة من هناك، لكن تبقى دائما الكرة والحارس جميلي ينقذ الموقف. فرصة لصالح جمعية وهران. ها هي الإعادة، شوف هنا بعد خطأ من الحارس لكن يتدارك الطاهر بالإعلام اللي أصبح القائد، وكرة ممتازة هذه الكرة. ماذا يضيع الشاب سبية يضيع فرصة اللي كانت معنية بهذا والانطلاقة في هجمة مرتدة صعبة. هذه الكرة والحارس هنان ينقذ الموقف بعد كرة ممتازة من حمية. هيا الإعادة، كرة على طبق، كرة على المقاس، والحارس هنان في المكان المناسب يقول لا. وفي هذه الأثناء الحكم السيد بن براهم لحلو. الحكم بن براهم إذا يعلن عن نهاية المباراة. النهاية كانت تاريخية بالنسبة لشبيبة الثورة. حكم صراحة بدون شك، وهذه الأشياء يعني ما دام كان يتكلم جمال على الأسلوب الحضاري معناتها يعني فيه توازن. يعني هذه الألقاب والمراتب المؤهلة ما تبقاش حكر على مجموعة معينة من الأندية. فريق هذا طلع تأقلم مع أجواء الدوري الاحترافي لمدة 3 أو 4 سنوات. اليوم الثورة من حقها باش تطمح تلعب رابطة أبطال إفريقيا والذهاب بعيد. ولما تكون دراسة لما تشوف النادي هذا بدا يتطور حتى من الفئات الدنيا، هذا الوصول تاعو سي با ان كو دازار. مادام لي زي 23 تاعو خذاو الكاس، لي زي 21 كانوا اون فينال، معناتها راهم يخدموا المستقبل القريب. وانا نقول لك الثورة فون فير مال دون لافنير، في السنوات القادمة راح نشوفوا منهم أشياء جميلة للكرة الجزائرية. طبعا في عهدتك السيد محفوظ قرباج، هكذا لما نشاهد مشاركة نوادي الجزائرية، مولودية العلمة، مولودية بجاية، شبيبة الثورة، وكأن في عهدتك جاءت نوادي فاجأتنا عكس ما كان يحدث سابقا. الامور مفروغ منها. مولودية شبيبة القبائل، اتحاد العاصمة، وفاق سطيف، فقط النوادي المعروفة. الان بديت وكأن الخريطة تغيرت في المدة الأخيرة. لا الحمد لله. وفي عهدتي ايضا فزنا برابطة ابطال افريقيا، يعني هذه ثاني وفاق سطيف. يعني انا بالنسبه لي دائما نقول انه شرف كبير انه في عهدتي انا فريق من الجنوب صعد يعني. وهذا الفريق هذا موش لما نشوفوه فريق منذ 8 سنوات، يعني تاريخ انشائه يعني موش حديث النشأة، وقدر يفرض وجوده مثل ما فرضته ايضا مولودية بجاية اللي صعدت القسم الرابطة المحترفة منذ 3 سنوات. يعني موش ففريق هذا فريق شبيبة الثورة. انا ونزيد يعني باش نأيد الفكره تاع حكوم، كانت عندنا مناسبه الايام الاخيره هذه شفنا الفئات الشبانيه تاع شبيبه الثوره فازوا بلي 21، فازوا بكاس الجمهوريه. لي 20 لعبوا النهائي وخسروه مع جمعيه وهران. الميزه ايضا عندهم فئات تبعت على النهائيين، عندهم شبان، والميزه انه كلهم ولاد المنطقه. يعني بفضل طبعا كل هذا سي محفوظ قرباج، بفضل تضحيه الرجال من بينهم السيد محمد زروات. طبعا هذا الشخص هذا يقدم كثير والفضل يرجع عليه باش تكون هذا النادي هذا.
ومازال موجود معنا على ومازال المباشر. يقدم كثير يعني نهنيوه يعني. طبعا التهنئة هكذا على المباشر سي محمد زرواتي. اهلا مرحبا بكم على المباشر، ولك التهنئة على المباشر من سي محفوظ قرباج. سي محمد زرواتي هل انت في الاستماع؟ السيد محمد زرواتي إن كنت معنا، أعتقد بأنه لا يسمعنا رشيد رضوان، أفضل أن نعيد الاتصال به مرة أخرى في تلك الفترة. طبعا أعود إليك عبد القادر عمراني، بديت مع شبيبة الثورة لم تواصل معها المشوار، ولكن أعتقد بأنه إنجاز مميز لهذا الفريق. اكيد نظن قبل كل شيء نهنيهم مع المرتبه اللي تحصلوا عليها، ولكن هذه يعني مش هذا الموسم فقط كان عندهم فريق مميز. نظن باللي دائما كانت عندهم البدايه جيده، ولكن في النهايه ربما يتعثروا ويضيعوا ربما يعني مرتبه احسن. وهذا الموسم ثاني الشيء الايجابي هو يجيبوا ثاني لاعبين في المستوى، على غرار اللاعب حمار ولا غير اللاعب زايدي اللي ولا كان مصاب. فعلا. سي عبد القادر عمراني سي زرواتي موجود معنا على المباشر. اهلا مرحبا بك سي محمد. الله يسلمك الشيخ كريم عيد عثمان. طبعا عندك تهنئه على المباشر من رئيس الرابطه المحترفه السيد محفوظ قرباج. الله يسلمك سي محفوظ قرباج حبيبنا واخونا، ونتمنى له ان شاء الله مونضه جايه ان شاء الله. طبعا انت من دون شك اسعد رئيس هذه الليله سي محمد زرواتي. انا سعيد جدا. كنت تصور قبل 3 سنوات، قبل سنة كنت تصور لو قال لك واحد أنه شبيبة الثورة تلعب كأس رابطة أبطال إفريقيا، هل كنت تآمنه يعني؟ لا ما كنتش آمن بها. مانيش حاب نقول لك شنو هو السر، ولكن كيفاش تمكنت بهذه السرعة من أنك تكون هذا الفريق وتتحدى اليوم تحديت العمالقة، عمالقة البطولة الجزائرية شبيبة القبائل وفاق سطيف وشباب الوزداد على المركز الثاني. كيفاش هو جهود الاداره، ما يخفاش عليك الاداره تاعنا عندها 8 سنوات مع بعضها. المدرب يروح يجي، ولكن الاداره عمرها ما راحت، هي غت مده 8 سنوات. سي محمد زرواتي والله هذه النقطة اللي حيرتني، يعني كم من مدرب يغادر شبيبة الثورة وشبيبة الثورة تبقى تفوز وتحقق انتصارات، هذه يعني اللغز يعني محيرنا كثير سي زرواتي. اللغز سهل، احنا عندنا اللي يجي يسوق القطار يسوق القطار، ما عندناش المشكلة. ما عندنا مشكلة. يعني انه تفضل سي زرواتي. وسلمنا على السي حكوم وسلمنا على السي حكوم، شكون هو تماكش معاه، مانيش عارف انا بعدا نسلم على من شكراتهم. طبعا معنا السي حكيم سرار، معنا محمد جامع زميلنا، عندنا لا غبار عليه محمد زكريني و سلمنا عليهم كاع، سلمنا عليهم كاع. ايضا مدربك هما مشكورين كاع. مدربك السابق ايضا عبد القادر عمراني اللي يهنيك بهذا التتويج. هذاك ولد الشيخ ولد المنطقة، سلمنا عليه ثاني ولد المنطقة هذا. ولو كان ما تفاهمناش معاه، ولكن ولد المنطقة سلمنا عليه. الآن سي عمراني يعترف أنه فريقك راه قوي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، هو ثاني نتمنى ننجح ان شاء الله. كلمة أنا أمنت به من بداية الموسم، أمنت به، قلت راح تلعب منافسة قارية يعني، وهو يأكدها يعني. طبعا سي محفوظ قرباج يقول لك منذ البداية آمن بحظوظ شبيبة الثورة في التألق هذا الموسم. قالها لي انفو، قالها لي سي قالها لي انفو. على هذيك راك تأيد فيه للترشح. طبعا سي زرواتي من دون شك الاحتفالات ستكون كبيرة ومميزة بالنسبة لأنصار شبيبة الثورة، وسنحتفل معكم إن شاء الله. نلقاكم في مواعيد أخرى قادمة بإذن الله. طبعا رشيد، هل يمكن أن نذهب مباشرة إلى مباراة شبيبة القبائل أمام مولودية وهران؟